مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. ودرسيني كنتن يلبات سيرة الرسول كان صوبنا عليه الصلاة والسلام. waxaan noogu dambeeyay su'aalihii qaswad duulaankii Xudaybiya sulxul Xudaybiya iyo ka hadlayay. su'aasha ugu dambeeyda waxaan ku soo marnay muslimiin nimankii waxa weeye ayaga ahaa muluugta ahaa iyo dadkii noocaas ah ma muslimiin baan soo marnay. qaybo kamida way muslimiin, qaybo si wanaagsan bay nabiga ugu jawaabeen, qaybo kamidana warqadihii oo u diray ayba googooyeen, nabigana way tacaayideen calayhi salaatu wasalaam. khulaasatu sanadkii soo koobidiisa asaadisa sanadii lixaad waxyaabihii dhacay oo lasoo koobo ama lasoo ururiyo fi sanati saadisa min alhijra sanadii lixaad xadathat ghaswatu bani laxyaana reer bani laxyaan duulaankoodii baa dhacay. ولقدرهم دغرت أي مسلمين تدكرين درتيد بالولا دغالي ولم يكن من أهانين فيها قسوة حرب واحد دغالة مدعين، يعني الدغال لسكيغور يمد مدعين. ثم قسوة الغابة وانا صامر نويان ماشر إلى غابة دولان كيدي بعد عي حصلت فيها مناوشات طوريين ليسكو طوريين ليبب إيو وحيابها بعد عي وحكا لك مدعين ماشي. ثم قسوة الحديبية سند اللي حد بيقدر نعضي خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. حديبية النبي محمد بقى صباحي إنه عمره يستبوا النبي صباح والحال معه 1500 من أصحابه شن بقول كن يشن بقول أو صحابته أي الله سعودان وحي صباحين بلا سلاح خبلان حالي هذا هم وضن وحي سعودين إن أي معناها عمره يستان بيتك لهم بيسعودين. فمنعته نبي وحى ريبت قريش وأديد إنه بيتك لا يجرو. فأرسل اللهم وحى النبي قدر عثمان فأرسل اللهم عثمان أيو النبي قدر ليعلم سيو عثمان أوجيسيو هم أيجا بقصده نبي محمد وشيددي سي قصد كيس عليه الصلاة والسلام. ماشي أو عثمان أي نبت قليل لهايين إرجي لما تابتيه فحبسته قريش حبسي بيكور وحبس المال بيكوحرين. وشاع وحفافي عند المسلمين أنه عثمان قتل إلا الدلي. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو بلن لقلي أصحابه تحت الشجرة الرضوان راد النقشة جيت كي لوغو مقعدري هوستي سوكو لقلي بلن محال قولا بلمي على الله يفروا إن يسن عرارين شرد جيدة في الحرب الدقالك والدقال الدونايي يان العراري بو النبي قديري عن مالس كسارنا هذه أرنتان ربوده قال هذا. فغافت قريش بقضي مركي أرنتي مقلين وعقد وحا لقنتي أمال حرتي بين الفريقين لبدا قيبوت ومسلمين تي قال هذا دحدوده صلح هشيسا مركي لقنتدي ولا هشيه ويان شروط باللغو هشي منها شروط وحا كمده وضع الحرب الدقال كإن لتشوتيو لدتشيو 10 سنوات وانا هذا سمريني 8 سنة. وتأمين الناس ضدكو إني آمن نقدان أيها شروط كمدها فرجع المسلمون ويسكسوا اللارتين لما عمر يسلم وقت سنة كوحكتا عمر الله بحي دونا عندنا. ونزلت وحاسود دقوتي في أثناء رجوع الرسول رسولك صلى بشديسة لحديدة انتو النبي صلى صعودي وحاسود دقوتي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح. ففرح المسلمون مسلمين تي فرحين. وبعد هذا الصلح هشيس كاس كبعدي أصبحوا مسلمين توحي هذين أحرارا يذهبون حالي تقيان ماشي دون بآديان ويجيئون حالي إيمانيان حيث ما شاءوا مال الله ماشي دوران دينتي ماشي دوران بيجري كرامبا كما في عصيدي ورسول ماركتي. وامتد وحا تاجمي أفلي نفوذ الرسول نبي محمد فلنتيسي يقوان كيسي آد بو فايديسي وتاغنتي آد بو بط فكاتب
ويسيد تاغنتيو النفوذ كأرنتي النبي ما دابا ميل والبلا آدي كرو فرصة سو معها ميل والبدعوة مركا أنجارسين وي حتى قروينك أن لو تيكرين ورقضوا النبي قدر يا مركا عليه الصلاة والسلام صلح الحديبية اللي قفا يديستي إلى نول با مركا هشي ساتريه فكاتب النبي وحو ورقضوا قري الملوك بقردي يدعوهم حالو يريو إلى الدين دينك الإسلامي وأسلم بعضهم ملوكتي قارنا وبصوم مسلمي بقى سيدنا النجاشي وكلا ونجي سومرين السنة السابعة من الهجرة سنة دي التضبات هجرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هذا محلها ومبحثها هل كان بلوغ هذا في سنة السابعة سنة دي التضبات حدثت غزوة خيبر دولان كماشا خيبر اللي يراهدو دولان كيدي بعدعي خيبر وما قالوا ذات حصون بفيسيو صاحبة وفوق المدينة مدينة كركيدة ما لكو طالو مدينة دودة مركز سندي تضباط بعد دقال كدعي هالكاس وغزوة وادي القرى ماشا لنا وادي القرى دولان كيدين وضعي هذا اللي قول شيء دونا كله قد بواك فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم نبي محمد بحي إلى خيبر أيو النبي قال لقتال سكانها خيبر كوة دقة إنه لدقال أبحي وواكوة بني النضير يهود اللي يرويان هل كابي دقان الذين يهود سو كانوا أهايين أعظم مهيج متكعية كانوا وين للأحزاب اسبهايسيغا يوم الخندق مالك يوم الخندق حلفاء اسبهايسيغا يا صوكعي أو سو أبابلي قرد أقوى كعنيسا يهودا بيبقى هادبا نمن كاسو النبي ويركو قال عليه الصلاة والسلام فلما وصل المسلمون مسلمين تي مركي جارين إلى حصون خيبر دفيسية دي مركي تغان رفعوا أصواتهم صوديالكو دي كربي أقو قادين بالتكبير تكبير يود دعاء الله توك فقال اللهم نبي وحويري عليه الصلاة والسلام اربعوا أردم ريا على أنفسكم نفتين أردم ريا فإنكم أدنكم لا تدعون أيير ميسان أصم الله مقلا ولا قائبا إله مقن إنكم أدنكم تدعون وحد أيير نيسان أدبر يسين سميعا الله مقلد بضا قريبا أو هدنا إذين دو قرب أو حق وحوي إجابة بودنكم دو يهويان marka wuxuu yiri tartiibteena waxba macnaha sawdka kor loo qaaday isku dhibinina nabigu yiri adkaarta tartiib oo aqrista ثم قطع المسلمون وحي gooyeen نخل اليهود يهود يا war lagu qaaday raa moogta meesha joogtay geed timiriyalkeedii ay jarjareen waxa meelihii geed timiriyalkii meelaha uga buuxi waxa saruuhum way cunaqabateen oo bay geliyeen meesha la yiraahdo kala weeyaan 6 أيام 6 maalin bay cunaqabato dul saareen ليجبروا سي المسلمين تقو قصبان هم قالوا يهودا على التسليم اسليبيد ويان ان اسليبان بالربا سوار بالغا قبت marka 6 maalin lagu hay وفي اليوم السابع maalin kii toddobaad 6 maalin weerarka lagu hayo lagama guul keenin nin walba oo ciidanka muslimiinta hogaaminayay guul waa ka keeni waayay nabigu maalinkii toddobaad ayuu wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam أيو النبي وحو يري هوس بو ذكا قرية سيدا حديثة كقران سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبانه بويري بري وحان راية إيا عالم كمسلمين تقولي بن دونا نين إلهي جعل رسولك إلهي جعل إلهي رسولكنا جعليهين ومالك أو يري سيدنا عمر ولغي ما إسليهن يا كاردقا مدح إلا مالك اسمهاني مالك اسوحان قاربو يري الله يقف كاردقا إذن كمدح الله قد يجي دونا maxaa yeelay waxaan helayaa ilaahay maxabadiisa iyo rasuulka oo jeclaadaan helayaa buu yiri mar hadii taan helana waa guuleystay saas uu yiri ciidankii oo dhan baa isku yimid wala isku yimid baa leeyahay nin walbaahi wuxuu tamaninayaa adigu amaad noqotaa qofka ilaahay jeclaa oo ciidanka hogaami la dhihi doono oo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin walbaa wuxuu gaaray nabigu soo kuugu jeedo macnaa wuxuu ku istaagaa faraha foodooda cirdhiibsiga waxa la yiraahdo yani saas u sameeyaa weeyaan nabigu markii la isku yimid aawe Sayyid Ali illa qofka dhamo loo socdaa meesha maba joogaba nabiga ilaahay Sayyid Ali baa leeyahay masqaaba soco karaba indho daaf ka qaba bisti waaye baa leeyahay gurigiisii buu joogaa in la wada maanacta waxba uma jeedo nabigu asaga hal keenay buu yiri ninka ilaahay jecel iyo rasuulkiisu waa Sayyid Ali Sayyid Ali hal keeno Sayyid Ali baa la keenay
وكان ماشي نو قرنت كتابا كأخرين قرك شيء من نوبة. وفي اليوم السابع أعطى النبي وحود أعطى الرسول النبي وحود صلى الله عليه وسلم الراية علنكي علي بن أبي الضارب أوديبي. وكان سيد علي وحوها يشتكي متشاغنيا وجع عينيه لبدي سينرد حنون كودو كشاغني. فتفل الرسول نبي كتفي صلى الله عليه وسلم فيما لبدي انرد أيو نبي كتفي. فشفاهما الله إله بأعافي كأن لم يكن وحد بأمودا بهما لبدا انرد إني سنهانين شيء ولقود بين جرة كدعين أياد بأم الله يسويا نبي كتفي عليه الصلاة والسلام سيدي إيش قتادة أكله سيدي إيش سنبي كتفه أكلت. ثم حمل waxay isku xambaareen almuslimuuna marka nin la yiraahdo marxab ayaa u talinaya Khaybar ninkii boqorka ahaa oo kibray marka waxa weeye ana alladhi sammatni ummi haydara wa kii shicirka qaadiyo weeye asagoo shicir buu qaaday ninkii uga taqallusi doona eber buu ka dhigi doonaa weeyaan. thumma hammala almuslimuuna muslimiintii waxay isku xambaareen ala Khaybara weerar baa lagu qaaday hatta iftatahuha illa ay ka furtaan taxuuhaa ilaa ay ka furtaan oo wadaraduu ay ka raacdeeyaan sukkaanaha kuwii deganaa waa yahuuddii la kala raacdeeyey wa qanimuu ay qaniimaysteen minha xaggeeda qanaa'ima kahiiratan qaniimooyin badan bana oo ka qaniimaysteen min jumlatihaa qaniimooyinka waxaa ka mid ahaa awaanin weelashaasoo min nuxaasin macdan iyo wa fakhaarin jilay ama dheri ka samaysan weeyaan jilay ay culummadu dhihi jireen fakhaarka luqada carabiga waxaa lagu yidhaahdaa يعني دين محروق بالنار وضوبو ضب لغو سميه ويان marka dheri bi culimadu iska dhahan dheri ama jilay saasi ku soo mariyay maamul dheri maadaama cunto la karsada laga hadlayo weelal badan فقال لهم الرسول النبي وحuu عليه الصلاه والسلام اغسلوها weelash soo gaala ma lahayn iska mayra واطبخوا فيها wax ku karsada marka ta la iska mayro cunta lagu karsado as'ila ما الغزوات دولانك وامحي التي غزوات كاسو حدثت في السنة السابعة من الهجرة هذا صومرنا. لماذا خرج الرسول نبي محوبح صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وصومرنا؟ ماذا فعل المسلمون محي سمايا حينما وقته وصلوا إلى حصون خيبر لفيسيد خيبر ومركي جارين محي سمايا تكبير يدعس صمانا المرين بيقادين. ماذا فعلوا بعد ذلك؟ مركز كبعدنا محي السمايين ويان مركز كبعد وحيد باللابين ثم قطع المسلمون نخل اليهودي وكويت جيدوه ذا شرشر يويان ويركو قاضي. من أعدى الرسول النبي يو أدني بوسي الراية على كمالك خيبر يا لسي سيد علي. ماذا حصل بعد ذلك؟ سيد علي مركي على كاللودي بي كبعد محاصو حصلي وحاصو حصلي إن ماشي وار لغو قاضي لنقو ليستي. فتح فدك هذا متكان فتح فدك ماشي اللي يراهدو فدك ذو حويان ومال مقعد ومقالو مدينة إيا مكة ودحيدة والله مالين لو صعونيه أيضا إيا خيبرنا وحمر حلقة يرباو إسكو جيران باليه فدك ماشي اللي يراهدو فرشادي الله فرتكو وصلح طيماء موضع التيماء اللي يراهي شيسي كدعي وميل أيضا أدو وحويان بادية حجاس ميل أدو ويان. وغزوة وادي القرى ومغاتولوين أدحي مدينة إيو معناها بين المدينة والشام أي وادي القرى اللي يراهده دولان كاللغو قادي وسدح مسألة صماها سدح ذا اسم مسألة هذا محلها بعد فتح خيبر مركي الله فرتك بعدي ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم من يهود فدك وابكنبا يهودي ماشى فدك ليراد دغنا نبي وحو كدلبي الضاعه وان هوغان 60 بالير او اسلامك اديعدين امر بالسي فصالحوه نبي ويله هشيين maxay kula heshiiyeen على حقن دمائهم dhiigooda dhowridiisi kula heshiiyeen waxay dhan dhiigeena yaan la daadin ana la nabad galsh وترك أموالهم حولهم إن لقتنا وكل شيء حولها نلاد يعني لقطابا وحي كلو نكرب أو مارتين نلقو قرنا وديبينا إسلام كوا النبات قلنا لكن دي جن يمال كانوا آمن النقطة أنت سويا
walamaa samica markay maqleen yahuudu taymaa maa xalla wixii ku degay oo ku dhacay biyahuudi khaybara yahuudii khaybara wixii ku dhacay markay maqleen iyaguna saalaxu rasuula kuwaana nabiga iyaguna la heshiiyeen idabay yeesheen soomaalida yahuud oo dhan idabay maalinkaa yeesheen sala allahu calayhi wasalam maxay kula heshiiyeen nabiga calaa dafci ljisyati canshuur gumeed inay dhiibaan canshuur gumeed aa la dhihi jira macnaha jisyada waa gun macnaha waxa weeyaan wax oo lagu edbinayo weeye oo gunnimo loo saaray canshuur gumeed inay dhiibaan bay kula heshiiyeen jisyada waxaa la yidhaahdo inay bixiyaan bay kula heshiiyeen calaa xaasin wamakathuu fii bilaadihim magaalooyinkoodii bay iskaga nagaadeen aaminiina ilaa jisya bixinayaan moogta wadacaa calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu u yeeray yahuudda waadilquraa ayagana fiirday qolaba maraa loo yeerayaa ila daacatiba kuwana loogu yeeray faaboo way diideen kuwaana kibray waa diideen kuwaanu tabarays xoogay tunkooda xoogay weynaa wa qaataluu waxayna la dagaalameen almuslimiina dagaal bayba qaadeen faqaatalahum lmuslimuuna muslimiintuna waa la dagaaleen yahuuddan wa qanimuu minhum kahiiran wax badan bay ka qaniimaysteen uma taraka rasuulu sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu ka tegey alarda dhulkii oo liahlihaa dhulkii iyagu ay lahaayeen dadkii ahalka u ahaaba uga tegey dadkii macnaha dhulkaas iska lahaa beerihii lagama taaban ninkii lahaya loo dhaafay yasracuunaha xaalay beeranayaan bishadri maa shay barkiibay ku beeranayaan yukhrijuuna ka soo baxaya minhaa beerahan wixii ka soo baxa kala barna inaad bixidiin barna adinku ku intifaacdiin meeshiinana idinkugu yaaleen saasaa lagu heshiiye weeyaan wakadaalika sidaasoo kale ayuu sanaca biardi khaybaro beeraydeedii macnaha dhulkii ku yeelay raggii lahaana saasoo kale uu nabigu kula heshiiyey fa amina almuslimuuna muslimiintiibaa aamin noqday shara alyahuuday ka aamin noqdeen wa rajacuu ila almadiina iskaga laabteen mu'ayidiina xaalayhim kuwa la ayiday oo la quweeyey daafiriina kuwa liibaanay xaalay yihiin halkaa waxaa noogu dhammaaday dersigeeni 52 ee siirada allaha nagu anfaco hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu